وطبعا يا صديقي ربنا هو اللي بيرزقنا الأفكار أصلا. ربنا بيدينا دايرة، شوية مواقف نمر بيها، وبعد كده يفتح لنا 100 باب رزق. لو انت كنت عاصي، ربنا بيدانه يبعت لك في انذار، في انذارات، في انذارات، ينبهك. فانت لو شفت الفيديو ده تأكد تماما ان ربنا بيحبك، عايز يرجعك من عدم الصواب للصواب، ان انت تبقى راجل منتج، ان انت تبقى راجل مسؤول عن نفسك على الاقل، يعني تبقى مسؤول عن نفسك. اعرف ربنا، اتقرب منه اكتر. على فكرة انت لما بتجرب من ربنا سبحانه وتعالى، انت كده بتبقى في الحضرة الالهية. خلاص طريقة الوصل ما بين قلبك وما بين ربنا سبحانه وتعالى موصولة. واوعى تفكر ان انت بعبادتك لربنا سبحانه وتعالى ان انت بتزود له شيء، بل بالعكس انت اللي بتزيد. اي حاجة في الدنيا ربنا محللها اعرف ان هي فايدة ليك انت، حاجة ربنا محرمها اعرف ان هي ضرر ليك. واياك والظلمة. الظلمة ان انت تبقى بعيد عن ربنا، حتى ما تذكرش ربنا، حتى ولو بالاستغفار. اذكره حتى ولو بالاستغفار، استغفر ربنا. خليك دايما في الحضرة القدسية، دايما انت مع ربنا، دايما شايف اللي بيحصل لك ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان كان خير او ان كان شر. انما الخير من الله والشر من انفسكم. وابن عطاء الله السكندري كان بيقول: ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك، فإن فتح لك باب الفهم في المنع فترى المنع عين العطاء.